الشعور بالوحدة. والشعور بالوحدة مش شرط الشعور بالوحدة واحنا في وسط ناس، الشعور بالوحدة حتى واحنا مع نفسنا حاسين بملل. لو الشعور ده بيجيلنا، الوحدة لها كذا وجه. الوجه اللي هو نشعر بالوحدة حتى واحنا في وسط ناس، يبقى ده له معنى نحلل شخصيتنا، نحلل احنا ايه ميولنا، ايه افكارنا، ونحاول نتلاقى مع ناس بيفكروا زينا. مش ضروري في كل حاجة نبقى بالظبط بنفكر زي بعض، بس لازم يبقى فيه تشابه، يبقى فيه باك جراوند مماثل، اللي هي خلفية مماثلة، اعتقادات قريبة من بعض، نفس الحاجات اللي بنحبها. يعني صعب جدا هنحس ان احنا مش لوحدنا لو احنا في مجموعة بيفكروا بطريقة مختلفة تماما، زي بالظبط لو جبنا ناس عايشة في بلد تانية ما بيكلموش لغتنا، لانه برضو الميول هي لغة. لو ناس من بلد تانية ما بيتكلموش نفس اللغة، ما عندهمش نفس العادات والتقاليد تماما، يبقى لما هنبقى معاهم هنحس نفسنا لايصين وهنحس نفسنا لوحدنا. فنفس الحاجة في مجتمعنا، الأول نفهم كويس قوي شخصنا، احنا بنحب ايه، ميالين لايه، بنستحمل ايه، نقدر نتغاضى عن ايه، وفي الحاجات اللي ايه هي اللي مش هنتغاضى عنها. وبعدين ننقي طبعا المجموعة اللي احنا هنمضي معاها وقت يبقى متشابهة إلى حد كبير لنا.